السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم مع بعض في 8 أسئلة وبس إبيسود 4. توكلنا على الله. الأسئلة ال8 بتوع النهاردة من أسئلة نموذج الوزارة اللي نزلته 2023. Okay, in the adjacent circuit, the electromotive force of the battery VB is. طيب، مع بعض واحدة واحدة كده لما نتفرج. أنا معايا current هنا 5/3 amperes. هنطبق الأول، أنت عارف بنجعلص النودز، فاكر؟ فالكرنت داخل حبة هنا وحبة هنا. أوكي، يبقى ال 5/3 حبة هنا ب 4/3، يبقى كل سنة وأنت طيب ده ب 1/3 أمبير، ولا من شاف ولا من دري. كويس. تعال نعمل ايه بقى؟ نخش في اللوب دي، وهشتغل في اللوب دي انتي كلوكوايز. فايه اللي هيحصل؟ هطبق كيرشوف سكند لو في اللوب دي. مجموع الفولتج ريديوسد باي باتريز بيساوي مجموع الفولتج كونسيومد باي ريزيستورز. اوكي، معلش تعالى ثانيه واحده كده معايا، انا همشي كده عشان لو انت مش واخد بالك. كده كده كده. يبقى اذا الفي بي هحطها بالبوزيتيف، الكرنت المفترض هيخش البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف، فيبقى الفي بي بالبوزيتيف بتساوي الكرنت المفترض والكرنت الاساسي ان اوبوزيت دايركشن، يبقى نيجاتيف 1/3 تايمز 4، وهنا بلس 4/3 تايمز 10. كل سنه وانت طيب. فيطلع لي الفي بي بيساوي 36/3 فولت. اوكي، السؤال الثاني على تشابتر 2. انا معايا بطاريه هنا وبطاريه هنا. اوكي، ما تيجي نمشي مع الكرنت ماشي كده 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 في الناحيه دي. اوكي، ونيجي نمشي مع الكرنت في الناحيه الثانيه. تبص تلاقي ان الكرنت ماشي ماشي ماشي. هنا اصبح two adjacent wires X و Y, they are carrying current in the same direction, so attraction force arises between them. دي عينيا شايفه الشكل ده. بيقول لي ايه؟ لو انا غيرت الماتيريال بتاعت X وخليتها من الماتيريال الريزستيفيتي، غيرتها بماتيريال تانية الريزستيفيتي ب 1/4 ذا اوريجينال. ايوه، لو كانت الريزستيفيتي 1/4 ذا اوريجينال. طيب انت فاكر ان رو بتساوي ار اي اوفر ال، فايه اللي بيحصل؟ فلو الريزستيفيتي قلت لكورتر، يبقى الريزيستنس هنا قلت لكورتر لان انا غيرت الماتيريال، فيبقى اذا الريزيستنس قلت ل 1/4 اتس اوريجينال فاليو، فالكرنت والبطاريه ثابته، فالكرنت في السيركت دي انكريزز 4 تايمز ايها العظماء. فلما الكرنت يزيد 4 مرات هنا، فيبقى الفورس الميوتوال اللي هتبقى ميو اي 1 اي 2 اوفر 2 باي دي ال، فالميوتوال فورس بين تو فورسز هتزيد 4 مرات ايها العظماء، فتبقى الاجابه بالشكل ده 4F. اوكي، السؤال اللي بعده بيتكلم على الايدي كارنت. الايدي كارنت، ايه هي الايدي كارنت او الايدي كارنتس؟ they are induced current، اللي هي التيارات الدواميه. they are induced currents، تصنيفها انها induced current. they are formed due to ان عندي ايرن كور moves between poles of magnet، او الايرن كور نفسه subjected to change in flux. الله الله، تعال لي بقى. فهنا في السؤال ده الاقي ايه؟ الاقي ايرن كور، 3 different ايرن كورز with 3 different iron cores connected بالسورس 20 فولت 20 فولت 20 فولت with frequency 200 هرتز 100 هرتز 60 هرتز. اذا نتيجة الفاريشن اللي بيحصل للكرنت اللي داخل او الفولتج اللي داخل، نتيجة لكده ايه اللي هيحصل؟ الايرن كور هيتتولد عليه ايدي كرنت. هذا الايدي كرنت هيزيد كل ما الفاريشن بتاع المagnetic فيلد يزيد، ريت اوف تشينج المagnetic فيلد يزيد. علشان كده هاير فريكوانسي هيبقى عندي هاير تشينج، هيبقى عندي فاليو اوف ايدي كرنت عالية، وبناء
عليه. وما تنسوش ان في سؤال شبه ده كان موجود في امتحان مصر 2022. اوكي، فيبقى بيقول لي مين اعلى درجات حراره؟ يبقى اعلى درجه حراره اللي عنده اعلى فاريشن اللي هو T1 مع الرسمه 1. ثم ده عنده 100 هرتز، فيبقى اقل في درجه الحراره سنه، ثم اقلهم على الاطلاق هو ابو اقل فريكوانسي اللي هيبقى الرسمه رقم 3. ولا من شاف ولا من دري. وكان السؤال هنا في الايدي كارنت ايها العظماء. السؤال الرابع على الهوت واير اميتر. وفي الهوت واير اميتر بيعتمد على مين؟ على الهيت افكت ديو تو ذا فلو اوف كارنت. طب واذا كان الهيت افكت يبقى بنتكلم على باور، واذا كانت الباور بتساوي I سكويرد R. طيب اذا الكرنت حصل له ايه؟ اذا الكرنت دبل فيبقى الهيت افكت انكريزز 4 تايمز. فاذا اتخيل ان البوينتر هيقف هنا. ليه؟ علشان يحصل ايه؟ يحصل انه في الاول كان واقف عند في زي ما بيقول لي، فيزيد 4 اضعاف ما كان عليه. ادي 1 2 3 4، فاربع اضعاف. فاتخيل ان البوينتر هيقف عند نقطه لما يقف البوينتر عند نقطة واي يبقى معنى كده ان الكرنت دبلد، فيبقى الإجابة هتبقى 2I أيها العظماء. أوكي جميل. اللي بعده resolving power of electron microscope. بص يا ابني، اول ما تسمع كلمة الكترون مايكروسكوب تقرنها على طول بمين؟ بدي برولي. واذا عملت المقارنة مع دي برولي فتفتكر عمك دي برولي قال ايه؟ الله يبشبش الطوبة اللي تحت نافوخه، اللامدا بتساوي H على MV. الفكرة في الالكترون مايكروسكوب اني اقطع نفس الالكترونات، فكل ما زود الفيلوسيتي اوف موفينج الكترونز كل ما الكيناتيك انرجي بتاعت الالكترونز تزيد، كل ما الاسوشيتد ويفلنس ويز موفينج الكترونز يقل، كل ما الريزولفينج باور تزيد. وبناء عليه ايها الشاب the resolving power of electron microscope is high because هتبقى الاجابه the electrons have high kinetic energy and short wavelength associated with its motion. شكرا يا سيدنا الفاضل. وده بارت من الشابتر 5، البارت الاخير من الشابتر 5. هنا السؤال على تشابتر 6 جاي من الاسي كويستشنز او الاسئله المقاليه. ادي شكل السؤال يا اساتذتنا المحترمه. The following graph represents the relation between the intensity of radiation and wavelength. تمام. Calculate the maximum energy of emitted photons. اهدى على نفسك. اوعى تنسى ان الحتة دي بيحصل عندها ايه؟ اول فوتون بينتج اكبر انرجي، اكبر فريكوانسي، اقل ويفلنس. والحته دي في منطقه ايه؟ ده اول فوتون بينتج في منطقه الكونتينيوس اكس راي سبيكترم. حلو. في منطقه الكونتينيوس اكس راي سبيكترم اللي معتمده على البوتنشال ديفرنس بين النود اند كاثود. فخلي بالك هاف ام في سكوار بتساوي اي تايمز في بتساوي اتش سي على لامدا. خلي بالك الحتة دي خاصة بمين؟ الحتة دي خاصة بالإلكترون، لكن دي خاصة بالفوتون HC على لامدا. فيبقى إيه؟ الإنرجي بتساوي HC على لامدا H 6.625 times 10 to the power of negative 34 C 3 times 10 to the power of 8 لامدا 0.2 times 10 to the power of negative 9. وبناء عليه فكل سنة وسعادتك بألف خير وسعادة، فتطلع 9.9 times 10 to the power of negative 16 جولز. نرجع كده. السؤال الثاني اللي طالبه عايز the energy of one of the emitted photons for characteristic X-ray أو line X-ray. أنا عندي 2 كاركترستيك، ما عنديش غير ويفلنس الواحد بس فيهم اللي هو ده ابو 0.6 نانومتر. اوكي تعالى لي يا باشا. فيبقى الانرجي بتساوي اتش سي على لامدا 6.625 times 10 to the power of negative 34 سي 3 times 10 to the power of 8 لامدا 0.6 times 10 to the power of negative 9. فتطلع الانرجي بتاع الكاركترستيك اكس راي اللي عندي الويفلنس بتاعه هتساوي
سوري 3.3 times 10 to the power of negative 16 joules. اوكي تمام. هنا سؤال على chapter 7 في السريع كده، فبيقول لي ايه؟ The number of coherent photons that emitted from the Heine laser increases due to اللي بيحصل number of coherent photons هتزيد نتيجة لايه؟ افتكر نتيجة تعال نختار the multiple reflection inside the resonant cavity. فاكرين الفوتونز اللي بتنتج نتيجة الستيميوليتد emission رايحة جاية ما بين المرايات، ما بين البيرفكت ريفلكتنج ميرور والسيمي ريفلكتنج ميرور، بتعمل ايه؟ multiplying the number of photons, increasing the number of photons until the intensity of laser beam reaches certain limit, which is enough to emerge from the semi-transparent mirror. ولا من شاف ولا من دري أيها العظماء. تعال لي هنا بقى. In the adjacent logic gate circuit, which of the following choices gives an output n equal 0؟ أنا هجيب لك من الآخر لما الإكس اللي هي هجيب الإجابة إكس بزيرو والواي ب1 وده بزيرو، دي اللي هنتكلم عليها. يبقى 0 1 0. تعالى لي 0 1 تخش على أند فتطلع لي بزيرو. شكرا. اوكي 1 و0 تخش على اور فتبقى ب1. ال1 تخش على نوت فتطلع بزيرو. 0 0 يخش على اور فالاوتبوت يبقى بزيرو. ولا من شاف ولا من دري، فالاجابه لتر A زي ما قلنا لسعادتكم ايها العظماء. النهارده في ال8 اسئله كانوا موجودين منين؟ من نموذج الوزاره 2023. لا يسعنا نقول غير حاجه واحده بس، الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه، هتوحشونا. مع السلامه.